أنا آمال عمري 45 سنة، وقصتي اللي بقولها لكم اليوم تشيل راس وتوقف العقل، بس شحيلة المضيوم اللي تاهت به الدروب. أنا عايشة لحالي أنا وبنتي سناء من سنين طويلة، من يوم ما زوجي مالك قرر يسافر أمريكا ويشتغل هناك. كان يشتغل هنا عندنا بالسعودية بشركة كبيرة ولها فروع بكل مكان، وعرضوا علي ينتقل لفرعهم بأمريكا براتب خياري ما كنا نحلم فيه. ووقتها أنا ما كنت راضية وقلبي كان قارصني، بس هو أقنعني وقال لي يا بنت الحلال، هذه سنتين زمن أجمع فيها قرشين يأمنون مستقبلنا ومستقبل بنتنا. وسافر مالك، ومرت السنتين وصاروا عسنين وهو هناك. تعودت على غيابه وتأقلمت على الوحدة، وصرت أنا الأم والأب لسناء. ربيتها أحسن تربية لين وصلت آخر سنة بالجامعة وصارت عروسة تملى العين. وكنت أحسب إنه دنيتي بتستمر على هالحال لين ما دخل حياتنا شخص غير كل الموازين، ولع لعب بعقلي. لعب. كانت الأيام تمر علي تقيلة والوحدة تنهش في صدري. مالك لاهي بشغله وحياته هناك، وما يتصل إلا بالمناسبات، وفلوس الدنيا ما تعوض غياب الزوج والسند. وفي يوم جتني بنتي سناء وعيونها تلمع، وقالت لي: يما في موضوع أبي أفاتحك فيه. قلت لها: خير بنيتي، ش عندك؟ قالت: في زميل لي بالجامعة شاب غصري اسمه جمال، محترم وشاطر ويبي يتقدم لي. أنا في البداية توقفت وقلت لها: خليني أكلم أبوكي وأشوف رأيك. ودقيت على مالك وعلمتها بالسالفة. رد علي برود، كان يكلم أحد غريب وقال لي: أنت عارفة ظروفي وما أقدر أنزل الإجازات الحين. الشاب إذا هو كفو خليه يجي هو وأهله وقابليهم، وأنا بكون معكم بالجوال. خطوة بخطوة سكرت الخط وأنا في خاطري غصة. كيف أبي يبيع بنته وزوجته عشان الغربة والفلوس؟ بس بلعت الغصة وقلت لسناء: خلي جمال يجي وحياة الله. تحدد الموعد، وجاء جمال، شاب وسيم ومؤدب وكلامه يقطر عسل. جلسنا معه وارتحت لها مبدئياً، واتفقنا على الخطبة، وتكون مدتها 2 سنين لين يخلصون دراستهم ويجهزوا نفسه. مرت الأيام والشهور وكانت العلاقة رسمية، لين جاي يوم وسناء قالت لي: يمه، جمالي بيعزمني على العشاء برا بمناسبة نجاحنا. أنا طبعي محافجة ورفضت الفكرة من أساسها. قلت لها: يا بنتي، ما يصلح تطلعين معاه لحالكم وإنتم لسه على البر. قالت لي: يوم ما الدنيا تغيرت والناس تطورت قلت لها: الأصول والأصول وأسالي أبوك، إذا مو مصدقة. وفعلا كلمت أبوها ورفض بشدة. شفت الزعل بعيون بنتي وحز بخاطري. قلت لها: ولا يهمك يا سناء، خليه يجي يسهر عندنا بالبيت وأسوي لكم أحلى عشاء، وتجلسون قدام عيني وتسولفون على راحتكم. فرحت سناء واقتنعت، وما داريت إن هالبتا بيجيب لي تهدم بيتي. صار جمال يتردد علينا بالبيت كثير، وفي أول مرة دخل بيتنا كان شايل بيده علبتين شوكولاتة فاخرة وكبيرة، واحدة لسناء وواحدة لي. استغربت كرمه وذوقه، وقدم لي الهدية بابتسامة ساحرة. قال: هذه الست الحبايب. صار كل ما يجينا عازم يجيب لي شي معاه، كأنه يخطب ودنا إحنا الاثنين. وفي مرة تشجعته، قلت له: يا ولدي جمال، ليش تكلف على نفسك؟ أنت لسه بادي حياتك وسناءتك فيها هديتها. طالع فيني بنظرة غريبة وقال: أنتم الاثنين واحد عندي يا خالة أمال، وما يغلى عليكم شيء. كلمت خالة كانت ترن بإذني، بس نظراتها كانت تقول كلام ثاني. بديت أحس بشعور غريب تجاهها، شعور كنت دافنته من سنين، شعور الأنثى اللي تبي باهتمامه. كلمة حلوة وهو ما كان يقصر، كان يغرقنا باهتمامه وحضوره اللي يملى البيت حياة بعد ما كان كئيب ومظلم. تطور الوضع وصار بين رسائل واتساب بحكم إنه ينسق معي لمواعيد زيارته أو يسأل عن سناء. بس فجأة تحولت الرسائل لسوالف وسؤال عن الأحوال. صار يصبح علي ويمسي علي ويكتب لي كلام فيه دفى وحنية افتقدتها مع مالك. كان يقول لي:
صباح الخير يا وش الخير، وتسلم يدك على الأكل اللي يجنن. وكنت أنا مثل الأرض العطشانة اللي تبي أي قطرة موية. بديت أنتظر رسايل على أحر من الجمر، وإذا تأخر علي يضيق الصدري. صرت أهتم بنفسي أكثر عشانه، وصرت لما يجي عندنا أستقبلها عند الباب وأنا كاشخة ومتعطرة. وكان هو يلاحظ هالشي ويبدي إعجابه بطريقة غير مباشرة، يمدح لبسي، يمدح ترتيبي للبيت. وكنا لما نتسلم على بعض كان السلام حار وفيه مودة زايدة. كنت أحس بكهرباء تسري بجسمي لما يدي تلمس يده، وكنت أكذب على نفسي وأقول هذا مثل ولدي في يوم من الأيام. وإحنا نسولف بالواتس تجرى جمال وقال لي كلام صدمني وهز كياني. قال لي تدريني يا أمال، ريح الكلفة وقال اسمي حاف. أنا لما أجي عندكم وأسلم عليك أحس بشعور غريب. أحس إنك مو بس أم خطيبتي، أحس إنك أنثى كاملة والواحد يرتاح مقربها. كلامه كان مثل السحر، خلاني أطير من الفرحة، وبنفس وقت خفت. قلت له تعوذ من إبليس يا جمال، أنا بعمر والدتك. قال لي العمر مجرد رقم، وانت روحك شباب وجمالك يغطي على بنات العشر من بعدها. انكسر الحاجز الجليد اللي كان بيننا، وصرت أتساهل معاه أكثر. صرت أجلس معاه بدون العباية وأنا لابسة لبس البيت الأنيق، وأفك شعري اللي كنت دائما رافعته، وبديت أشوف بعيونه نظرات إعجاب صريحة ما يقدر يخفيها. وكان هذا الشيء يغذي غروري كأنثى مهملة. زادت القراه بينا، وصار لما يجي البيت وتكون سناء مشغولة بتجهيز القهوة أو تكلم بالجوال يغتنم الفرصة ويقرب مني، يهمس لي بكلمات غزل ويقول لي لو الزمن يرجع لورا كنت أتمنيتك لي. وكنت أنا أضحك بدلع وأقول له لا تسمعك سناء تزعل. وفي هالفترة جتني الضي ضرب القاضية من أمريكا، وصلني خبر إن مالك تزوج علي وحدة هناك وعايش حياته بالطول والعرض، وساحب علي وعلى بنته. حسيت بقهر وذل ما يعلم فيه إلا الله. حسيت إني ضيعت شبابي وعمري لشخص ما يستاهل. تحولت مشاعري تجاه مالك لحقد ورغبة بالانتقام، وقلت بنفسي والله لا أعيش حياتي مثله، وما راح أحرم نفسي من شيء. وكان جمال هو طوق النجاة اللي تعلقت فيه عشان أثبت لنفسي إني لسه مرغوبة وجميلة. بعد خبر زواج مالك تغيرت نفسيتي تماماً، وصرت جريئة أكثر مع جمال، كأني أبي أرد الصعصاعين لزوجي الخاين. صرت أتعمد أجلس جنبه وأمزح معاه بجراه، وهو كان متجاوب معاي لآخر حد. وفي مرة سألته بصراحة يا جمال، أنتي من جدك الكلام اللي تقوليلي ولا بس تجاملني؟ رد علي وحلف إنه صادق بكلمة وقال لي تدرين إني أحياناً أجي البيت عشان أشوفك أنتي، مو عشان سناء. اعترافه كان خطير، بس قلبي المجروح كان يبي يسمع هالكلام. حسيت بانتصار كأنثى، وبديت أقارن بينه وبين مالك، جمال الشاب الحنون المهتم، ومالك العجوز الآن وغايب. والشيطان شاطر، زين لي الحرام وخلاني أشوف علاقتي بجمال مبررة، ونسيت إن خطيب بنتي، وإن اللي أسويه خيانة عظمى. للأمانة وللأمومة تم زواج سناء وجمال، وكانت ليلة الزواج صعبة علي. كنت أشوفه يروح مع بنتي وقلبي يتقطع من الغيرة. إي والله، غرت من بنتي، فلدت كبدي تخيلوا لأي درجة وصل فيني الحال. وبعد شهر العسل حملت سناء بسرعة، لكن حملها كان صعب وتعبت حيل. الدكتور أمرها بالراحة التامة وإنها ما تتحرك من السريع، فطلب مني جمال إني أجي عندهم الشقة عشان أساعد سناء وأطبخ لهم وأدير بالي عليها. ما ترددت لحظة، جهزت شنطتي ورحت لهم. كنت أقول لنفسي رايحة أساعد بنتي، بس في أعماق قلبي كنت عارفة إني رايحة عشان أكون قريبة منه. وهناك بدأت فصول الحكاية تاخذ منحنى خطير ومظلم. صرنا أنا وهو ببيت واحد والشيطان ثالثنا، وسناء المسكينة نايمة بغرفتها ولا تدري عن اللي يدور حولها. كنت أقوم من الصباح أرتب البيت وأسوي الفطور والغداء، وجمال يروح دوامه ويرجع المساء. كان يرجع تعبان وأنا أستقبله بابتسامه ولبس مرتب وريحة العود تفوح مني.
أحط للغداء ونجلس ناكل سوا، وسناء بغرفتها كنا نسولف ونضحك، وكان الجو بيننا فيه الفهة وكيمياء غريبة. كان يمدح طبخي ويقول لي: تسلم الأيادي يا ست الكل، والله أكلك ينسيني تعب اليوم كله. وأنا كنت أذوب من كلامه. وبحكم مرض سناء ونومها المستمر، صرت أنا سيدة البيت الفعلية، وجمال هو السيد. وصرنا نقضي وقت طويل مع بعض بالصالة، نتفرج تلفزيون ونسولف عن كل شيء. وبدأ الخوف من بنتي يقل، وبدأت الجراح تزيد، واللمسات العابرة صارت مقصودة وطويلة. في ليلة من الليالي كانت سناء نايمة بعمق من تأثير أدوية التثبيت، وجمال كان سهران بالصالة. طلعت له وأنا لابسة جلبية ناعمة. جلست جنبه وسألته: شفيك سهران؟ قال لي: ما جاني نوم وأحس بضيق. قعدت أواسيه وأمسح على كتفه، وفجأة مسك يدي وباسها وقال لي: أمال، أنا ما أقدر أقاومك، وجودك معايا بنفس المكان يجنني. حاولت أسحب يدي بس ما قدرت، أو يمكن ما بغيت. نظراته كانت تحاصرني، وضعفي واحتياجي كانوا أقوى من عقلي وديني. تكلمنا بديك الليلة عن مشاعرنا المكبوتة، واعترف لي إنه يحبني ومفتون فيني، وإن زواجه من سناء كان قرار عقل، بس قلبه معي أنا. كلامه كان مثل المخدر اللي شل تفكيري وخلاني أسلم له قيادي. تطورت العلاقة بيننا بشكل جنوني، صرنا نسرق اللحظات. سرقت إذا سناء نايمة أو دخلت الحمام، نتبادل القبولات والأحضان. كنت أحس بنار تاكلني، نار الشوق ونار الذنب، بس متعة القرب منه كانت تنسيني كل شيء. صار يجي من الدوام بدري بحجه إنه يطمن على سناء، بس الحقيقة كان يجي عشاني، وكنت أنا أدفن له الباس وأتكشخ وكأني أنا العروس. وصرنا نمارس حياتنا بالسر كأننا زوجين، وهو كان يعاملني بحب ودلال ما شفته بحياتي. كان يغرقني كلام حب وغزل، ويحسسني إني ملكة جمال الكون، وكنت أنا طايرة بالسما. ونسيت إن اللي أسويه حرام وكبيرة من الكبائر، وإن الضحية هي بنتي الغافلة اللي ما أملتني على بيتها ونفسها. وصلنا لمرحلة اللا عودة، وفي يوم غاب عقلنا تماماً، وسلمنا نفسنا للشيطان، وصار اللي صار بغفلة من الزمن والضمير. بكينا بعدها وندمنا، بس طعم الحرام كان حلو ومر بنفس الوقت. صرنا مدمنين على بعض، ما يمر يوم إلا ولازم نختلي ببعض، وكل مرة نقول هذه آخر مرة ونرجع نضعف. صرت أشوف بنتي وححس بخجل منها، بس إذا شفت جمال أنسى الدنيا وما فيها. وهو كان يعرف مفاتيحي ونقاط ضعفي، وكان يستغل حرماني العاطفي بذكاء، وأنا كنت مستسلم تماماً. كنت أشوف فيه العوض عن السنين العجاف اللي عشتها مع مالك، وصرت أبرر لنفسي إن هذا حقي بالحياة، وإن مالك هو السبب بكل اللي يصير لي الحين. أنا عايش في دوامه ما لها نهاية، قلبي معلق بجمال وعقلي يجلد دني ليل نهار. خايفة من الفضيحة، وخايفة من عقاب ربي، وخايفة على بنتي لا تدري وتنجرح جرح ما يبرى. جمال صار جزء مني، وما أتخيل حياتي بدونه، وأهو متمسك فيني ويقول لي مستحيل أترك. صرنا عايشين حياة مزدوجة قدام سناء والناس، إحنا الأم وزوج البنت المثاليين، ومن وراهم عشاق يسرقون اللذة من فم الأسد. المشكلة إن سناء قربت ولادتها، ومالك يمكن يرجع بأي وقت، وأنا ماني عارفة كيف بواجههم وكيف بكمل حياتي. هل أستمر في هالطريق المظلم، ولا أنهي كل شيء وأتحمل ألم الفقد؟ أنا أكتب لكم قصتي وأنا كلي ألم وحسرة. أدري إن اللي سويته ما له مبرر، وأدري إنكم بتلوموني وتدعون علي، وأنا والله أدري على نفسي كل ليلة، بس النفس أمارة بالسوء والشيطان شاطر. أنا ضحية إهمال وحدة، وضحية زوج باعني برخيص، ولقيت من يشتري مشاعري ويهتم فيني حتى لو بالطريق الغلط. أنا ما أطلب منكم الشفقة، بس أطلب النصيحة. كيف أطلع من هالمصيبة؟ كيف أقدر أبعد عنه وهو ساكن معاي بنفس البيت ومعشش بقلبي؟ كيف أكفر عن ذنبي تجاه بنتي؟ أنا في حيرة وضياع ما يعلم فيه إلا الله.
تكفون يا ناس، اللي عنده كلمة طيبة أو نصيحة صادقة لا يبخل، خل علي، واللي بيجرح ويشتم يوفر كنامة، لأني شبعانة جلد لذاتي وكارهة نفسي بما فيه الكفاية. يا ليت الزمن يرجع لورا، كنت سديت الباب من أول يوم وما سمحت لا يدخل حياتي ولا حياتنا. بس لو تفتح أمل، الشيطان والمكتوب صار، أنا الحين واقفة على مفترق طرق، يا إما أكمل في طريقي للنهاية المحتومة أو أصحى من غفلتي وأتوب. بس التوبة تبي عزيبة وقوة، وأنا أحس إني هشة وعيفة قدامه، يشوفني بنظرات الدوب الحديد ويلمسني لمسات تنسيني اسمي. أنا أدمنت قربه وحبه، وهذا هو بلاي وامتحاني. ادعوا لي بالهدايا والثبات، وادعوا لبنتي إن الله يعمي عيونها عن زلاتي ويتمم لها على خير، والله يغفر لي ولكم ولكل مسلم. وهذه حكايتي المؤلمة، حكاية آمال اللي ضيعت الأمانة ودورت على الحب في المكان الغلط.